ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض نحشي الفلفل الالوان بطريقة سهلة ولذيذة جدا وان شاء الله هتعجبكم قوي. اولا هنفتح الفلفل الالوان بالعرض وهنشيل الزيادات اللي جواه، وبعدين هنبدأ نحمره في زيت قليل مش غزير، دقيقتين على كل جنب كده. ولو تحبي تدخليه الفرن برضو هيبقى كويس. خدي بالك وانتي بتسويه، بس المهم ان هو ما يتهريش مننا، يبقى متماسك كده. عملت الكمية اللي هاعملها الأول كلها كده، حمرتها الأول وبعدين بقى في طاسة على النار حطيت فيها معلقة زبدة ومعلقتين زيت، وبدأت أشوح البصل بتاعنا بتاع العصاق، بصلاية كبيرة مفرومة كده وأربع فصاص توم مفرومين. واحنا متعودين طبعا العصاق بتاعنا سواء لحمة أو فراخ البصل مش بياخد لون، هو بس بيدبل كده، وبعدين بنبدأ نضيف اللحمة أو الفراخ. النهاردة استعملت الفراخ صدر فرخة واحد بس، قطعته مكعبات. تبلته بقى بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة زعتر ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. قلبت بقى الفراخ بالتتبيلة كويس كده دقيقتين تلاتة، وبعدين هنضيف لها نص كوباية مية ونسيبها تستوي شوية. بعد بقى ما شربت المية بتاعتها كده ودخلت في السوا، هنضيف لها الفلفل الألوان. أنا كان عندي أحمر وأخضر بس، فضفت لها نص فلفلاية كده من كل لون متقطعة مكعبات. وبراحتك بقى يعني تحطي الفلفل ألوان، تحطي فلفل أخضر، ده براحتك. تحبي تضيفي أي خضار زيادة برضو هتبقى لذيذة قوي. الزعتر مع الفراخ بيدي طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي للفراخ. بعد كده ضفت بقى معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي، أو حطي جبنة مثلثات أي نوع جبنة تحبيه. قلبتها بقى كده ساحت مع الفراخ ونزلت الفراخ خلاص، نزلتها بقى في طبق بره كده. وبعدين جبت بقى الصينية اللي هنحط فيها المحشي بتاعنا، رصيت فيها الفلفل بالشكل ده، وهتحشيه بقى بالفراخ. وبعدين هتحطي فوق الوش أي نوع جبنة عندك، جبنة موتزاريلا أو تشيدر أو أي نوع جبنة تحبيه. هنسقي بقى الفلفل كده بشوية مرقة صغيرين خالص، تقريبًا ربع كوباية، عليها ربع معلقة صلصة طماطم، وهنسقي بيها المحشي بتاعنا بالشكل ده. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 220 على أقرب رف للصاج. قعدت حوالي ربع ساعة، طلعت بالجمال ده، وخمس دقايق في الشواية. الجبنة تسيح كده وتاخد لون جميل. هنزينها بقى بالبقدونس كده وتقدميها. انا النهارده الصنف ده يعني اول مرة اعمله، علشان كده ما عملتش منه كتير، يعني خفت يكون مش هيعجبهم او حاجة، بس بالعكس بقى طلع تحفة وعجبهم جدا. ادي بقى الطبق بتاعنا. انا قدمت معاه رز كده معمول بلسان العصفور، بيبقى حلو قوي، ووجبة كاملة يعني هي خضار مع الفراخ. ممكن تحشيها بقى عصاج لحمة لو تحبي، ممكن تحشيها جبن بس، أو جبن وخضار لو تحبي. طالعة لذيذة جدا وحلوة قوي قوي، لازم تجربوها وبألف هنا. ولو عجبتكم طريقتي النهاردة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.